50,000 جندي مدفونين تحت رجلك دلوقتي حالا. دي ما كانتش عاصفة، دي كانت اللحظة اللي ابتلعت التاريخ. هما لسه هنا، بيمشوا وسطينا كل يوم، بس محدش شايفهم. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو ده دلوقتي. السر اللي هنكشفه النهارده ملعون. احنا في بحر الرمال الأعظم، المكان اللي ملوش آخر. هنا الاتجاهات بتكذب والبوصلة بتضيع. دي خوذة فارسية بقالها هنا 2500 سنة. دي مش مجرد خردة يا نفر، دي شاهد قبر. لو الخوذة دي هنا، أمال صاحبها فين؟ وباقي الجيش فين؟ بابا، احنا واقفين فوق مقابرهم؟ مش واحد ولا اتنين، 50,000 جندي، جيش كامل بأسلحته وجماله وذهبه. الصحراء بلعتهم في ساعة زمن. تعال نرجع بالزمن لسنة 524 قبل الميلاد. واوريك بنفسك الكارثة بدأت ازاي؟ الجيش ده مش خارج يحارب جيش تاني، دول رايحين سيوة. الملك قمبيز أمرهم يهدموا معبد أمون فوق رؤوس الكهنة. دي حرب ضد السماء. يا مجنون! ما تدلقش المية، هتحتاجوا كل نقطة كمان يومين. يا بابا دول بيضحكوا ولا كأنهم رايحين رحلة؟ وده راس الأفعى. القائد اللي أقنعهم إنهم أقوى من الطبيعة. الغرور دايماً هو بداية النهاية. بعد 7 أيام بس الضحك مات، المية خلصت، والشمس بدأت تاخد حقها من أجسامهم. حسيت الريح وقفت فجأة، والسما لونها اتغير للأصفر. ده مش هدوء، دي خطوات الموت قبل العاصفة. امسك فيا جامد يا نفر. دي مش ريح، دي مقصلة رملية. الطوفان وصل. بيموتوا. الرمل بيبلعهم أحياء يا بابا، محدش قادر يتنفس. الضلمة دي استمرت ساعات، ويمكن أيام. الشمس اختفت والهوا بقى تراب، محدش كان شايف كف إيده. وفي لحظة اختفى 50,000 إنسان، كأنهم ما كانوش موجودين أصلاً. الصحراء مسحتهم بأستيكة. العلماء النهاردة بيقولوا إن دي ممكن تكون ظاهرة نادرة اسمها الرمال المتحركة الجافة. الأرض بتبقى هشة جداً زي المية، وأي وزن عليها بيغرق فوراً. بابا دي عظمة إنسان. احنا مش بنتكلم عن نظريات، احنا واقفين فوق مقبرة جماعية حقيقية. اهدى يا صغيري. الريح وقفت تاني، والسما لونها اتغير. التاريخ بيعيد نفسه يا نفر. احنا في خطر. اجري يا نفر، اجري على العربية، ما توقفش مهما حصل. الصحراء دي مش عايزة شهود. احنا نجينا. كنا هنبقى رقم 50,001 و2 في القايمة دي. زي ما بدأت فجأة خلصت فجأة. السكون ده مرعب أكتر من صوت الريح. دي عظمة الصحراء. بابا، آثار العاجل بتاعتنا اتمسحت. الصحراء رجعت جديدة، كأننا ما دخلناهاش أصلاً. تفتكر حد هيلاقيهم في يوم من الأيام؟ ولا هيفضلوا مدفونين هنا للأبد؟ الصحراء دي خزنة أسرار يا نفر، ومش كل الأسرار مسموح لها تطلع للنور. بعض الحكايات لازم تفضل مدفونة عشان تكون عبرة. الإنسان دايماً بيتغر بقوته بجيوشه وبتقدمه، بس قدام غضب الطبيعة كلنا بنرجع صغيرين جدا. ده الدرس اللي أنبيز اتعلمه بالطريقة الصعبة. محدش عارف لحد النهاردة الجثث راحت فين. هل هم تحتنا دلوقتي ولا العاصفة حدفتهم لأماكن تانية؟ الصحراء بس هي اللي عارفة السر. وانتوا تفتكروا ايه اللي حصل؟ هل العاصفة بس هي السبب ولا في قوة تانية خفية؟ اكتبوا لنا نظرياتكم في الكومنتات. اكتبوا لنا نظرياتكم في الكومنتات. لسه في كنوز كتير مدفونة ومحتاجة اللي يكتشفها. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تكون معانا في المغامرة الجاية. ايه ده، احنا خلاص خلصنا. طب سلام يا أحفاد الفراعنة. تصبحوا على اكتشاف جديد.